يا صباح الخير على كل سكان برج الجدي في كل مكان في العالم، وعلى كل مشاهدين الحدوتة كمان. معاكم حاتم النجار وحلقة جديدة من حكايات برج الجدي. أنا بكلمكم من خلال قناتي على اليوتيوب باسم حاتم النجار، وكمان من صفحتي الحدوتة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ليه برج الجدي رحلة عمري وقدري؟ حب برج الجدي رحلة عمري وقدري. ليه بقول الكلام ده؟ برج الجدي حاجة يعني فوق الوصف. أنا مش بقول الكلام ده عشان أنا من برج الجدي، ولكن تعالى نتكلم مع بعض إزاي برج الجدي مهم في الحياة. لو عمليا أنت بتتكلم على موظف بيحب الشغل جدا وأمين جدا وعطاء جدا في الشغل، مستحيل تلاقي برج الجدي مقصر في شغله. بيحب يتعلم كتير وبيحب يأدي شغله بأكتر من الوقت المعتاد. يعني لو أي صاحب شركة أو صاحب عمل عنده موظف أو موظفة برج الجدي هيلاقي الكلام ده صحيح. بيجي في ميعاده مظبوط وبعد الشغل بيفضل مكمل لأن بيحب شغله، ولكن في المواعيد، مواعيد العمل أو مواعيد الشخصية على الأقل، تلاقيه مظبوط جدا، بيحب يحافظ على المواعيد. تاني حاجة عمليا الأمانة. هو أمين جدا وبحب يبذل مجهود جدا في شغله. مستحيل تلاقي مرتشي أو حرامي من برج الجدي إلا في النوادر قوي، وبيكون ليها ظروف ضغطة كمان. طيب على المستوى الإنساني هو صديق حلو قوي، بيسمع لك كتير وبيحاول يخفف عليك ضغط الحياة، وحبيب في منتهى الإخلاص في العلاقات العاطفية يعني الرومانسية. حبيب في منتهى الإخلاص، بيحاول يدي حياته كلها للإنسان أو الإنسانة اللي بينهم علاقة عاطفية أو علاقة مجتمعية. طيب على المستوى الأسري هو أب ممتاز جدا أو أم ممتازة جدا. ليه؟ لأن حياتهم جوه البيت. ما بتحبوه، يعني ما بيحبش يخرج كتير، ما تلاقوش بيخرج كتير. بالعكس، لما بيخرج ودي في المرات النادرة بيخرج مع أسرته، حياته أسرته. بيدي الحياة كلها للأسرة، بيدي عمره كله للشغل وللأسرة. حياته كلها ماشية على نظام كلاسيكي واحد. لسه هنتكلم كتير في موضوع برج الجدي وأحواله الشخصية والاجتماعية وكمان التوقعات في الحلقات الجديدة. وقبل ما أسيبكم بشكركم جدا على حسن المتابعة، ويا ريت لو عجبكم الفيديو شير ولايك في كل مكان، واشترك وفعل زر الجرس لو سمحت. كنت معاكم حاتم النجار. أشوفكم على خير.